السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الجديد في الصابلي اللي كيجي اكثر من رائع وكذلك بكميه كبيره. هذا الصابلي فقط نقطعوه ونجمدوه امتى ما بغينا نطيبوه كنطيبوه. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. بسم الله على بركه الله. نمروا للمكونات. بالنسبه للمكونات عندي زبده 200 غرام اللي غادي تكون حيوانيه يعني نوع جيد. عندي كأس ونص من السكر الناعم. عندي ملعقة من الفانيلا تكون نوع جيد. 2 حبة من البيض. 2 ملاعق مملوءة من النشا. وعندي الحليب البودرة اللي ممكن تعوضوا بأي حاجة بغيتو. 2 ملاعق يعني يكونوا محمرين، والدقيق حسب الخليط. بالنسبه اخواتي السكر المفروض نديرو 200 غرام، لكن نقصت انا الحلاوه. هنا عندي الزبده بدرجه حراره المطبخ تكون نوع جيد، وضعناها مع سكر كلاصي اللي غادي يكون 160 غرام او كاس ونص، زائد البيض 2 حبه، زائد الحليب الباودر اللي ممكن تعوضوه بالبخاليني او اللوز يعني مطحون، وغادي نخلطوه مع كذلك الفانيلا والنشا. 2 ملاعق. كلشي غادي نكتبوا لكم في صندوق الوصف. كنجمعوا بحال الصابلي اللي شاركت معكم في عده فيديوهات، وغادي نجمعوه مزيان مزيان. بالنسبه لهذا الصابلي ما كيبقاش مرخوف شويه، يعني قابض في راسو. هنا اخواتي من جمعت الصابلي نتاعنا، غاديه نحلو بين 2 بلاستيكه. بالنسبه للصابلي هذا كيكون غليظ شويه، يعني ما نحلوهش رقيق. فباش غادي يجينا يعني الشكل نتاعو مربع، غادي نقادوه من الجوانب، يعني غادي نطويو الجوانب كيف ما غادي تلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. يعني حتى في الصابلي العادي كنديروا هاد العمليه هذه باش اننا ما كيكونش عندنا بزاف ديال يعني الخساره في العجينه نتاعنا، وغادي نعاود نحلو بهذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ هاد الاداه هذه وغادي نبدا بحال كنجمع فيه اولا كنقاد فيه. لانه الصابلي فاش كنحلو كيتشقق من الجوانب، فانا غادي نقادو مزيان مزيان وباش يعطينا حتى واحد السمك واحد كيف ما غادي تلاحظوا معايا. وصافي كنبقاو يعني كنقادو فيه. يعني اذا شفنا يعني الصابلي خاصو مازال يتقاد، كنقادوه كنليسيوه بهذه الطريقه هذه بالمدلك باش انه كيجينا سمك واحد. هنا انا قلبته فقط باش هذوك الطويات اللي طويتهم ما يبقاوش عندنا العيوب نتاعهم. صافي وكنليسيوه وغادي نبداو كنقطعوا فيه. صافي هنا اخواتي غادي نبدا تنقطع من الوسط اول حاجه. وهنا بالنسبه للسكين غادي يكون الحجم كبير باش اننا نتحكموا يعني في الصابلي ونقطعوه تقطيعه مزيانه. بالنسبه للحجم ممكن اننا نديرو يعني اعرض من هذا، لكن انا نفضل انه يكون 1 سنتيم او لا اقل بشويه. فكل سيده اللي بغات انها دير يعني على حسب كل اخت كيفاش كتفضلوا. فصافي هنا ملي قطعته كيبان عندنا انه كيديفورما من الجوانب، فغادي نعاودوا بنفس الاداه اننا نلموه من الجوانب. صافي وغادي نحطوه في الطاوه ونخليوه حتى كيتجمد. بالنسبه عفوا اخواتي، يعني الوقت اللي كيتجمد انا جمدته تقريبا 4 ساعات او 5 ساعات. يعني غطيته بالكيس البلاستيكي كما كتشوفوا معايا، وغادي نخليوه 4 ساعات 5 حتى يبات ماشي مشكل. هنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا راه كيكون مجمد مزيان ولاصق يعني في الطاوه. فغادي نزولوا الكيس بلاستيكي ونوضعوا ورق الطهي
وغادي نبداو كنقطعو فيه بهذا الشكل هذا. راه كيتقطع بكل سهوله. ممكن اخواتي انكم يعني تحتفظوا به في المجمد وما مقطعش، يعني بحال هاد البلاك اللي كنشوفوا نحطوه في كيس بلاستيكي ونخليوه في المجمد، امتى ما بغينا كنحلوه وكنطيبوه. هنا اخواتي بالنسبه لتطيب النار هاديه تماما، بحال الصابلي 140 درجه، فرن مسخن من قبل وحتى كيطيب وكيتحمر مزيان، ما كنحمروش من الفوق. بالنسبه لعدد الحبات اللي تعطاني، عطاني 95 حبه كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو الشكل نتاعو. بالنسبه لي انا غادي نغطسو في الشوكولا، تقدروا تخليوه كيف ما هو، يعني للوليدات، للقهوه نتاع العشيه. كذلك السيدات اللي بغاو انهم ياخذوه كمشروع، ممكن انك سيدات ديريه يعني وتحسبي الكيلو نتاعو بين 80 درهم 90 درهم. فهنا انا غادي نغطس في الشوكولا وغادي نزول الزائد نتاع الشوكولاته وغادي نحطوه في ورق الطهي، ومن بعد كنحيدوه باش كيتفينا معنا، كنحطوه في بلاصه اخرى. غادي ندير حتى شوكولا السوداء، ممكن انكم تخلطوا مزيج بين شوكولا السوداء والبيضاء. هذا هو الشكل نتاعو، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. الى اللقاء في وصفه من وصفات حلويات فاطمه الزهراء.